حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من قناة أكل زمان من بيتي. عاملين إيه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة جميلة كده، هنبسط نفسينا كده. نظرا لسوء الأحوال المادية والظروف بتاعة البلد وظروفنا، فلازم برضو نبسط نفسينا. هنعمل أكلة النهاردة جميلة، هنعمل معانا جوانح دجاج. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. جبنا معانا 2 كيلو جوانح كده أو كيلو حسب ما انت عايزة. شلنا الحتة الزيادة اللي هي بتبقى في الجانح دي، اللي هي من بره دي، بصي زفرة وملهاش أي لازمة، لازم تترمي. وهنمسك الجونح بتاعنا كده هنفتحه 2. عايزة تخليه بحاله مفيش مشكلة. أنا جايبة جوانح كبيرة كده زي ما انت شايفة. الكيلو ب45 جنيه. جبنا 2 كيلو كده وقلنا نعمل أكلة حلوة نبسط نفسنا بيها. يلا بينا كده نشوف معانا ايه. جبنا الجوانح غسلناها ونضفناها كويس وشلنا الحته الزياده اللي هي بتبقى فيها الزفاره، علشان خاطر ما ينفعش ان انت تعمليها في الاكل، ولو حد شافها وانت عاملاها في الاكل هيقرف ياكل من ايدك اي حاجه، لان دي زفاره. حطينا على الجوانح بتاعتنا ملح وسكر وميه، غطيناها معلقه ملح ومعلقه سكر وغطيناها بالميه، وهنحط كمان معلقتين خل. دي التتبيله اللي هننقع فيها الجوانح بتاعتنا شويه. حط كمان معانا معلقتين خل كده. صلي على رسول الله. ادي معلقتين الخل كده، هسيبها منقوعه كده في التلاجة لمدة 2 أو ساعة على حسب ظروفك. تمام. بعد الساعتين طلعناها كده. معانا 3 معالق دقيق زي ما انتم شايفين كده، و3 معالق نشا. ونشفنا الجوانح بتاعتنا تمام. نص معلقة ملح، يعني تنتوفة صغيرة كده من الملح. بهارات الفراخ، توم باودر وبصل باودر، بابريكا، فلفل اسود. تبلناها زي ما انتم شايفين كده. الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين بالنشا. حطينا كمان شويه ميه صغيرين كده عشان تدي قرمشه واحنا بنقليها. جبنا الجوانح بتاعتنا نشفناها كويس جدا بمناديل المطبخ كده تنشيفه كويسه، ونزلناها في الدقيق. 3 معالق دقيق و3 معالق نشا، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه توم باودر، بابريكا، فلفل اسمر، ملح. بس كده. وقلبناها كويس جدا في التتبيله بتاعت الدقيق دي. وهننزل دلوقتي نحمرها. بصوا بسم الله ما شاء الله، الجوانح بتاعتي انا جايباها كبيره. انا ما حطيتش زيت كتير، بس انا هسويها كويس. انتوا عارفين بقى ازازه الزيت دلوقتي بقت ب65 جنيه. هناكل ولا مش هناكل؟ هناكل وهنتبسط كمان. تبلنا الجوانح بتاعتنا بالدقيق والنشا زي ما انتوا شايفين كده، وحطينا شويه زيت في الطاسه. ما خليناش الزيت يقدح قوي ولا خليناه يبرد قوي، يعني يا دوبك كده سخناه. ونزلنا الجوانح بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنهدي بقى عليها النار ونسيبها تستوي. بص انا بقلبها كذا مره، هي لسه ما اتحمرتش بس انا بقلبها كذا مره عشان الزيت بتاعي مش غزير. تمام. عايزه تعمليها في زيت غزير مفيش مشكله، كتري الزيت وسويها، لكن انا برضو هسويها في شويه الزيت بتوعي دول وهتبقى زي الفل. اكله سريعه واكله جميله. لو عندك ضيوف وجولك على غفله ممكن تعمليها مع بطاطس، ممكن تعمليها مع معكرونه زي ما انا عملت. بجد اكله تحفه تحفه تحفه، وهنبسط نفسينا. الفرخه دلوقتي يا جماعه بتاع 100 جنيه. مش هناكل؟ لا هناكل، وهناكل اكل جميل كمان. خلاص. انا فضلت مع الفراخ كده اسوي فيها في شويه الزيت بتوعي لغايه ما استوت اوريدي. تمام تمام تمام. خلاص. استوت معايا الفراخ تماما اهي. والزيت اللي انا سويت فيه الفراخ دلوقتي انا هعمل بيه برضو صوص المكرونه. تمام. استوت خالص. اخدها بقى اطلعها كده زي ما انتم شايفين. هنعمل كمان مرحله، بس مرحله جميله جدا. معايا خل ومعايا معلقتين نشا في كوبايه بشويه ميه. معايا معلقه عسل اسود. معايا 3 معالق كاتشب، 3 معالق صلصه طماطم، معلقه توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، بابريكا. نزلت دلوقتي بمعلقه سمنه كده معايا. هعمل الصوص بقى اللي هو هيتحط على الفراخ بتاعتي دي، ويديها الجمال بقى زي ما بناكلها من عند المطعم. يلا بينا. ادي الصوص بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نزلت ب3 معالق صلصه، واحده واحده كده يا ولاد. ماشي يا بنات معايا. معايا معلقه عسل اسود،
في المرحله دي كمان يا جماعه معلقه صويا صوص، انا ما حطيتهاش معاكم. وحطيت 3 معالق كاتشب، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، فلفل اسمر، نص معلقه شطه برضو، ومعلقه صويا صوص. ادي الخلطه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. نقولهم تاني يا جماعه. حطينا معلقتين سمنه او زبده زي حسب اللي عندك. تمام. هنا بقى معايا معلقتين نشا على ربع كوبايه ميه، وقلبتهم كويس كده ونزلت بيهم. وكمان معايا معلقتين خل. تمام. نزلنا كمان بمعلقه مايونيز، ده اختياري، مش عايزه تحطي اي حاجه من اللي انا حطيتها دي يا جماعه، ما عندكيش منها مفيش مشكله، الباقي هيعمل برضو هيكفي. تمام. تمام. نقول من تاني يا جماعه. حطينا معلقتين، انا بنزل دلوقتي الفراخ، هتاخد غلوه واحده بس كده تشرب الصوص الجميل ده وخلاص على كده. حطيت معايا معلقتين زبده او سمنه على حسب اللي عندك، وحطيت عليهم 3 معالق صلصه، و3 معالق كاتشب، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه زعتر. تمام يا حبايبي. ونص ليمونه، ومعلقه صويا صوص، ومعلقتين نشا متدوبين في ربع كوبايه ميه، ومعلقتين خل. دي الخلطه بتاعتنا. هنعمل دلوقتي برضو صوص كده هنعملوه جنب الاكل. انا حطيت معايا فصين توم، وادي بيضايه. الفيديو سريع جدا، انا مش عارفه اتكلم فيه بس انتوا اكيد فاهميني. ودي زبديه، هننزل بكمان زبديه. حطينا فصين توم، وحطينا بيضايه بحالها، وحطينا زبديتين. ماشي يا حبايبي. حطينا سنه ملح وسنه سكر. وده باكو مايونيز معانا، مايونيز نزلت اهو كيس مايونيز. تمام. هحط كمان معلقتين خل معايا، والزيت اللي انا قليت فيه الفراخ بتاعي هاخد منه كوبايه الا ربع زيت صغيره. معايا ليمونه اهي. الصوص ده يا جماعه بيتعمل بالكريمه الحامضه اللي هي صور كريم، او جبنه فيها طعم الحامض اكتر، فلو عندكم الحاجات دي ممكن تعملوها بدل الزبادي. كوبايه صغيره الا ربع زيت كريمه الحامضه، او الجبنه فيها حموضه اكتر، مزازه اكتر. تمام. هيتعمل معاكم زي الفل، او صور كريم. بصوا الاكله بتاعتنا شكلها يفتح النفس ازاي. انا ما حطيتش معلقه الصويا صوص بتاعتي في المكونات في الاول، بس انا قايله لكم عليها في المكونات. هتنزل بعد صلصه الطماطم على طول، والعسل الاسود. بصوا جميله قد ايه يا جماعه، والصوص بتاعها ده حلو 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 حلاوه، هيعجبكم جدا. يا رب تجربوا كده وتشوفوا هتطلع معاكم ايه. واحنا شلنا كيلو الجوانح التاني، هنعمل بيه خلطه تانية بطريقه تانية. تمام. هنديها بس غلوه كده لان هي اوريدي مستويه. وادي الصوص بتاعنا عملناه، حطينا معاه شويه شبت قطعناهم صغير، وكزبره. تمام. ولو عملتوه بالكريمه الحامضه كمان هيبقى احلى واحلى كمان. شبت متقطع صغير مع الكزبره. خلصنا كده، وهنغرب بقى دلوقتي الاكل بتاعنا، الاكله الجميله بتاعتنا اللي ما كلفتناش حاجه ولا مواعين ولا بهدله ولا اي حاجه، كله من البيت. عندنا الكاتشب، وعندنا الصلصه، وعندنا عسل اسود، وعندنا بهارات البصل والثوم، وعندنا كل حاجه. ونفس الطاسه اللي قلينا فيها الفراخ، نفس الطاسه اللي عملنا فيها الصوص بتاعنا. وادي الصوص بتاعنا الجميل اللذيذ جدا دوت. ايه رايكم بقى في الاكله بتاعتنا النهارده؟ بسطنا نفسينا، ولو عندنا ضيوف كمان هنقدمها، هتبقى عسل 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 عسل. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني واكون افدتكم. ومتنسونيش تدعموني، واللي ما شافش القناه اول مره يشوف القناه يشترك لي، القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ويا رب الاكله تعجبكم وتجربوها وتتبسطوا بيها. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.